بسم الله أحبابي في الله، وأنا لكم في درس جديد، وهو كيفية تغيير أزرار الماوس. مثلا نضغط على زر الماوس الأيسر، تضغطوا هكذا تظهر لنا هكذا. وعندما نضغط زر الماوس الأيمن تضغطوا هكذا، تضغطوا تدخلوا إلى المجلد الذي نريده أو إلى اللعبة التي نريدها. بالطبع كيفية عملها، نذهب إلى هنا ثم نضغط على كلمة لوحة التحكم، ثم تظهر إلينا هذه الكلمة. نضغط على كلمة سهول الوصول، ثم نضغط على كلمة تغيير طريقة عمل الماوس. كما ترون تظهر إلينا هذه، ثم نضغط على إعدادات الماوس، ننتظر قليلا. ننتظر حتى يتم دخول إلينا. كما ترون هذه جميع خصائص الماوس. هنا تجدون سرعة الماوس، سرعة خاصة بالماوس، والمؤشرات وخيارات المؤشر والعجلة والأجهزة. نحن في شرحنا هذا هو مهمتنا، وهو كيفية تغيير أزرار الماوس. نضغط هنا ثم نضغط على كلمة تبديل بين الأزرار الأساسية والثانوية. يظهر كما كان قبل السهم، وكان هذا الأزرق كان هنا ثم أصبح إلى هنا، ثم تضغطون على كلمة تطبيق. كما ترون تضغطون على زر الماوس الأيمن باش تدخلون هنا، تضغطون على زر الماوس الأيمن كما ترون رأيتوا، لكي تدخلون إلى قائمة تحديث. نضغط على زر الماوس، نضغط على زر الماوس الأيسر كما ترون. الآن كان معكم قناة عالم الشروحات. لا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك ودعمنا بالمزيد ومشاهدة مدونتنا وتشجيعنا على المزيد من الفيديوهات والطرق الخاصة. إلى اللقاء. كان معكم عالم الشروحات، يشكركم الشكر الجزيل ويقول إليكم شجعونا بالمزيد.